بابا نويل أو سانتا كلوز ده اسمه اللي بنعرفه بيه، بس هو اسمه الحقيقي القديس نيكولاوس. القصة دي قصة حقيقية مش أسطورة، وكمان ليها علاقة بعيد ميلاد المسيح. تعالوا نعرف قصة بابا نويل أو سانتا كلوز اللي هو القديس نيكولاوس سوا. كنيستنا الأرثوذكسية بتحتفل بعيد القديس نيكولاوس يوم 6 ديسمبر. القديس ده اللي معروف بسانتا كلوز أو بابا نويل، ومعروف إنه بيزور الأطفال وبيسيب لهم هدايا ليلة عيد الميلاد. القديس نيكولاوس اتولد سنة 262 ميلادية، وكان بيعيش في مدينة مورا في آسيا الصغرى في القرن الرابع الميلادي. نيكولاوس كان أبوه اسمه أبيفانيوس وأمه اسمها تونا، وكانوا أغنياء جدا وقريبين من ربنا جدا، بس ما كانش عندهم أطفال. ولما كبروا وما جاش ليهم أطفال، رحمهم ربنا ورزقهم بابنهم القديس نيكولاوس، اللي كانت نعمة إلهية تملى حياته من صغره. ولما كبر وبقى في سن تلقي العلم، أظهر قدراته العلمية والروحية. كان بيعرف حاجات كتيرة جدا أكتر ما بيتعلم من المدرسين، وكمان كان عارف كل تعاليم الكنيسة. وبدأ حياته الكهنوتية كشماس، وبعدين اترهبن في دير كان عمه رئيس للدير ده، وعاش حياة النسك والجهاد والفضيلة لغاية ما بقى قسيس وهو عنده 19 سنة. وربنا اداله مواهب كتيرة جدا انه يقدر يعمل معجزات زي شفاء المرضى وطرد الشياطين، وعمل حاجات ملهاش وصف وملهاش حصر من آيات وخدمات وصدقات. وكمان في حكايات كتيرة قوي عنه، زي انه في مرة كان في مدينة فقيرة جدا، وكان في راجل غني من المدينة دي بيعاني وفقد كل ثروته، وكان عنده 3 بنات كبار ومحتاج ان هو يجوزهم. والشيطان قعد يلعب في دماغه ويقوله شغل بناتك في بيوت دعارة عشان تقدر تصرف عليهم. بس ربنا ما سمحش بده، وخلى نيكولاوس يعرف ان الراجل ده بيعرف ايه اللي هيعمله بنعمة من عند ربنا. فراح اخد 100 دينار من مصروف اهله وحطهم في كيس ورماهم من شباك بيت الراجل ده. والراجل لما لقى الكيس فرح جدا وقدر ان هو يجوز بنته الكبيرة. وفي ليلة تانية نيكولاوس عمل نفس الحركة ورمى كيس تاني من الشباك، والراجل فرح برضه واستغل الفرصة دي وجوز بنته التانية. بس الراجل كان مشتاق قوي يعرف مين اللي بيساعده ده، فقعد سهران ومراقب طول الوقت. وفي المرة التالتة لما وقع الكيس من الشباك سابه على الأرض وقام جري وطلع بره عشان يشوف مين اللي رماه. ووقتها عرف ان هو القديس نيكولاوس، فراح نزل عند رجليه وشكره لانه انقذ بناته من الفقر ومن المذلة. وكان القديس نيكولاوس من وهو صغير مليان بالنعمة والقداسة ونقاوة القلب، فبقت تغمره روحانية وشفافية عالية جدا، لدرجة انه كان بيشوف رؤى سماوية ويكشف له الله عن أسرار وأمور كتيرة جدا. ومن الأمور دي دعوته للأسقفية. فقبل ما ينتخبوه لرتبة الأسقفية شاف في يوم من الأيام في حلم كرسي عظيم وحلة بهية وهو لابسها، وفي إنسان بيقول له البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي. وفي ليلة تانية شاف الست العذراء بتديله بعض من ملابس الكهنوت، وإن السيد المسيح بيناوله الإنجيل. ولما تنيح أسقف مورا اجتمع الإكليروس والشعب عشان يختاروا الأسقف الجديد. فراح ظهر ملاك الرب لرئيس الأساقفة في حلم وقال له إن المختار لهذه الرتبة هو نيكولاوس، وعرفه عليه. ولما صحي راح قال لكل الأساقفة باللي شافه وقال لهم على الرؤية، وعرفوا وقتها إن السيد المسيح اختار القديس نيكولاوس إنه يرسموه أسقف على مورا. واتشهر جدا الأسقف القديس نيكولاوس بقداسته وغيرته، وصنع الله على إيده كتير جدا من المعجزات، وخرج الله بصلاته الكتير من الشياطين. وفي سنة 284 مسك ديكلوديانوس الملك وأمر بعبادة الأوثان، وقوم اضطهاد شرس جدا على الكنيسة. ولما قبض على جماعة من المؤمنين كان القديس نيكولاوس يعتبر رئيس المسيحيين في المدينة، وكان بيوعظ ويعلم الشعب عن حقائق الإيمان بكل شجاعة. فراح قبض عليه الوالي هو كمان وعذبه كتير جدا لأكتر من سنة، وكان السيد المسيح دايما يخرجه من العذاب
سليم معافى من غير ما يحصل له أي حاجة. ولما زهق الوالي راح رماه في السجن، فكان وهو في السجن بيكتب لرعيته ويشجعهم ويثبتهم على الإيمان. وهو في السجن راح مات دقلديانوس، ووقتها مسك الحكم الإمبراطور قسطنطين، كان راجل بار جدا، فراح أطلق سراح كل المسجونين ومن بينهم طبعا القديس نيكولاوس اللي رجع لكرسيه في ميرا. ولما خرج من السجن أخد مواقف حاسمة جدا ضد الوثنية، فراح دمر معبد أرتميس وهو المعبد الرئيسي في المنطقة، وخرجت الأرواح الشريرة هربانة من وش القديس. وبيقول القديس نيسؤديوس إنه بسبب تعليم القديس نيكولاوس كان كرسي ميرا هو الوحيد اللي ما تأثرش ببدعة أريوس. ولما انعقد مجمع نيقيا بأمر الملك قسطنطين لمحاكمة أريوس، كان القديس نيكولاوس واحد من أعضائه، واللي قاموا بوضع قانون الإيمان من بدايته حتى عبارة نؤمن بالروح القدس. من القصص اللي بتتحكي عن اهتمام القديس برعيته إن الحاكم يوستاسيوس أخد رشوة عشان يحكم على 3 رجالة أبرياء بالقتل، وفي وقت تنفيذ الحكم حضر القديس نيكولاوس للمكان، وبمعجزة راح شل إيد السياف وأطلق سراح الرجالة. وبعدين راح بص ليوستاسيوس وحركه للاعتراف بجريمته وتوبته. وكان حاضر في الحدث ده 3 من ضباط الإمبراطور، كانوا في طريقهم لمهمة رسمية في فرجية. ولما رجعوا للقسطنطينية حكم عليهم الإمبراطور قسطنطين بالموت بسبب وشاية كاذبة من أحد الحاقدين. وافتكر الضباط اللي شافوه في ميرا من قوة وحب وعدالة أسقفها، فراحوا صلوا لربنا بشفاعة هذا الأسقف إن هما ينجوا من الموت. وفي الليلة دي ظهر القديس نيكولاوس للإمبراطور قسطنطين وهدده في حالة إن هو مش هيطلق سراح الأبرياء ال3 دول. وتاني يوم الصبح راح بعت واستدعاهم عشان يحقق معاهم. ولما سمع إن هما اتشفعوا بالقديس نيكولاوس اللي ظهر له، راح أطلق سراحهم في الحال، وبعتهم برسالة عشان يقولوله إحنا عملنا زي ما أمرتنا، ما تجيش تهددنا لكن صلي من أجلنا. وفضلت القصة دي لمدة طويلة جدا من أشهر معجزات القديس نيكولاوس. وبعد ما جاهد القديس نيكولاوس عشرات السنين في الفضائل الروحية واحتمال الآلام والاضطهادات والسجن من أجل الإيمان، فضل جسده النحيف يضعف وتعبه جدا الجهاد والنسك، وبقى شيخ كبير وكان قرب على 80، قضى منهم حوالي 40 سنة أسقف. ولما كمل سعيه انتقل الرب سنة 342 واتدفن في كاتدرائية ميرا بعد ما ربنا عرفه بيوم انتقاله. ومعروف القديس نيكولاوس في الغرب باسم القديس نيكولاوس العجائبي، وده بسبب المعجزات الكتيرة اللي اتعملت باسمه في حياته وبعد نياحته. وكان في ناس كتيرة جدا بتاخده شفيع ليهم، وكمان كان مشهور بان هو صديق الأطفال وشفيعهم، وانه دايما بيديهم هدايا في يوم عيد الميلاد المجيد، وده هو سبب ارتباط اسمه بسانتا كلوز، أو زي ما بيقولوا الأطفال عليه في مصر بابا نويل. وبقى تقليد مهم جدا بين المسيحيين في ألمانيا وسويسرا وهولندا إن هم يتبادلوا مع بعض الهدايا باسمه في عيد الميلاد المجيد. وفي مصر انتشر بابا نويل في الكنائس القبطية في احتفالات رأس السنة الميلادية، وبقى رمز شعبي للاحتفال بالعام الجديد. ونسي ناس كتير قوي إن هو كان قديس في الكنيسة الأولى، كنيسة القرن الرابع الميلادي. وفي سنة 1881 رسم الفنان الأمريكي توماس نست في جريدة هاربرز أول صورة لبابا نويل زي ما بنعرفه النهاردة، بلبسه الأحمر الجميل ولحيته البيضة الطويلة وحذائه الأسود اللامع. وبتقال إن ده كان جزء من حملة ترويجية لشركة كبيرة يمكن تكون كوكاكولا. من الوقت ده انتشر بابا نويل بمظهره الجديد، وأصبح واحد من أشهر الشخصيات المحبوبة عند الأطفال في كل أنحاء العالم. بس أنا نفسي الناس كلها تعرف إن دي مش قصة أسطورية ولا كلام بيتقال كده وخلاص، وإن القديس ده قديس حقيقي واسمه القديس نيكولاوس، ومعجزاته كتير وشفاعته قوية جدا. نفسي الناس كلها تعرفه وتاخد بركته. لو أول مرة تسمع سيرته الحقيقية ابعتها لكل الناس، خليهم يطلبوا شفاعته وياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع سيرة قديس جديد.